بتبدأ قصتنا مع بطلتنا ميمي لما بتروح مع صاحبتها يونا للمعبد، وهناك بتفضل يونا مشغولة عنها وماسكة موبايلها وبتتفرج على فرقتها المفضلة لايك، وبتفضل تصيح عليها وبتحس بالملل إنها تسيح لوحدها ومش لاقي حد يسيح معاها. فبتقول لميمي تعالي اتفرجي معايا على الفيديو ونسيح احنا الاتنين والفرقة هتعجبك. لكن ميمي عاقلة وبترفض، وبتقول لها إنها بتكره الآيدلز وشايفة إن هما ملهمش لازمة، ولولا إن شكلهم حلو ما كانوش هيشتغلوا، يعني سبب نجاحهم وشهرتهم شكلهم. وبيبان كده إنها معقدة نفسياً وبتكره الرجالة وخصوصاً الناس الوسيمة، وأي حد حلو هي بتكرهه. ليه بقى؟ هو كده، يعني أنت مستني سبب؟ هي عندها كده مش محتاجة سبب. بتحاول يونا إنها تقنعها تتعرف بس على الفرقة يمكن تحبها، لكنها بتقول لها لأ، وبعدين أنا خلاص كرهت الصنف كله. فصاحبتها بتتريق عليها وبتقول لها خليكي كده، هتعيشي معقدة وتموتي معقدة. والكلمة دي بتأثر في ميمي، بتفتكر زمان لما حصل معاها موقف غير حياتها 180 درجة. هي في الأول كانت بنت جميلة عندها ثقة في نفسها، وفي الثانوي أعجبت بشاب، ومن سوء حظها إن هو كان شاب جميل وأجمل ولد في المدرسة. كل البنات بتتخانق عليه، يعني من الآخر عنده معجبين كتير جدا وما تجيش جنبهم أي حاجة. وبالرغم من كده اتشجعت وكتبت له جواب تعترف فيه بحبها، وودت الجواب لحد عنده وبقت مستنية رده متحمسة قوي وعاشت أحلام وردية، لحد لما اتصدمت وعرفت إن هو سرب الجواب ده في جروب الدفعة كله، والكل بيتريق عليها وبيقولوا عنها إنها فاشلة وقويحة، إزاي ليها عين تعجب بأجمد ولد في المدرسة. ومن وقتها وهي كرهت الحب وخصوصا كمان الرجالة، وكرهت إنها تروح المدرسة من كتر التنمر اللي تعرضت له من زمايلها، وبقت معقدة بتكره كل الرجالة وأي حد شكله حلو تحقد عليه. لكن يونا بتقول لها إنها لو اتعرفت على الفرقة دي هتحبهم جدا وهيغيروا رأيها خالص عن الرجالة، خصوصا القائد بتاعهم اللي اسمه كوتا، لطيف جدا وبيحب يساعد كل اللي حواليه وعسول وقمر، يعني من الآخر ما فيهوش غلطة. فبتقول لها لا، مش عايزة أتعرف على حد، شكرا قوي لحد كده، أنا دلوقتي مش عايزة أدوق طعم الحب تاني، لأن من بعد ما دقت العذاب وأنا قلبي داب. وبتروح تدعي وبتقول يا رب فلوس فلوس فلوس، مش عايزة حب خلاص. وبتتذكر الصحة فبتقول صحة 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 وبيت كبير وعربيات وقصور ومش عايزة حب خلاص. وفي الآخر بتدعي على الولد المهزأ اللي اعترفت له بحبها من 5 سنين وبتقول يا رب شعره كله يقع، يبقى عيل قرعة زلبط علشان يحرم بعد كده إن هو يجرح أي بنت تاني. بعد ما بتخلص بتطلع على شغلها، وبنعرف إنها شغالة في مطعم بسيط مساعدة شيف. وفي مرة وهي بتنظف الترابيزة بتشوف فرقة لايك طالعين في التلفزيون وبيتكلموا عن نفسهم، وبيعرف القائد عن نفسه بيقول إن اسمه كوتا، وبتشوف قد إيه إن هو شخص مشرق ولطيف، باين عليه فعلا إن شخصيته حلوة وحنين، بيحب فريقه ده. غير كمان إن هو واثق من نفسه وعنده هدف، وإن هم يغنوا في أكبر مهرجان موسيقي في اليابان ويبقى الترند رقم 1 ويبقى عندهم فانز كتير. ولما المذيع بيسأله عن أكتر حاجة بيتمنوها بيقول إنه بيتمنى ينشر السعادة في كل مكان، ما يبقاش فيه أي حد حزين أو تعبان. ميمي جسمها بيقشره من الكلام، بتقول هو معقود في حد بتسيبه دي كلها يا جدعان؟ لا طبعا، أكيد بيهزر، وفي الحقيقة هيطلع سايكو متنمر وابن 60 في 70. ما بتكملش ألمها وبتتصدم لما بتلاقي كوتا داخل عليها المطعم وبيطلع شكله في الحقيقة أحلى من التلفزيون كمان 100 مرة. مش مصدقة نفسها، هو بنفسه الفنان؟ لا، شكله مش هو. ولما بتدقق في تفاصيله بتقول ده هو والله. بتقرر إنها تهرب بسرعة من قدامه قبل ما يتنمر عليها أو يأذيها بالكلام، لكن الشيف تجبرها إنها تروح تشوف طلب كوتا وتوديله مية. ولما بتقف جنبه بتتصدم من جماله، بتتصدم من بشرته، بتتصدم من حلاوته، مش مصدقة، ما فيهوش غلطة. بتقول ايه يا جدعان ده؟ مستحيل في حد في الدنيا يكون قمر كده. بعدها بتفوق وبتقول لنفسها هو ممكن يكون حلو من بره زي القمر، لكن من جوه ممكن يعورك، لا مش هقرب منه. وبتقرر انها تعامله بحدود، وبتسأله هتاكل ايه يا فندم؟ بيقول لها انه عاوز بيتزا. بتروح تجيب له طوابه، لكنها بتفتكر صاحبتها يونا وقد ايه بتحب كوتا، فبتقرر انها تعمل لها مفاجأة وبتاخد توقيعه علشان تديها لها وتفرحها. لكن كوتا بيفهم غلط وبيفتكر ان هي اللي معجبة بيه، بيوقع لها وبيقرر انه يعمل معاها الواجب بما انها يعني من وجهة نظره معجبة بيه وكده، فبياخدها بالحضن. وميمي بتتصدم وتتوتر لانها متعودة دايما تكره كل الرجالة،
وإنها ما بتقربش منهم أصلا طول حياتها، ومرة واحدة تلاقي شاب وسيم بيعملها بطريقة لطيفة وبيحضنها كمان، لكنها وقتها بتتعصب عليه وبتقوله إنت بتعمل إيه؟ أنا مش من المعجبين بتوعك أصلا، وأخدت توقيعك علشان أديه لصاحبتي يونا. فكوتا بيقول لها من النهاردة أنا هعمل أي حاجة علشان أخليكي معجبة بيا، لكنها بتقوله صدقني أنت مش هتعرف تعمل أي حاجة وعمرك ما هتفوز بقلبي، أنا بكرهكم كره العمى يا رجالة. وبتيجي على الواد الغلبان ده وبتطلع كل القديم والجديد وهو ما عملش حاجة، بتنزل فيه تهزيق، وهو يا عيني لا حول له ولا قوة، وكل اللي بيعمله إنه عمال يعيط من أسلوبه بسكوت يا جدعان. ولما بترجع ميمي بتتصل على يونا وبتحكي لها اللي حصل النهارده وإنها قابلت كوتا، ولما بتسألها عملتي إيه معاه بتتوتر وبتخاف تقول لها إنها للأسف يعني بوظت الدنيا، راح حضنها راحت هزقته وخلته يعيط، والدنيا كلها بقت ضدها دلوقتي. فبتقفل مع صاحبتها وبتقول لها بقول لك بعدين علشان لو عرفتي ممكن تموتيني. بعدها بتبدأ تكتب في مذكراتها وبتفكر نفسها إن كل الرجالة خاينين، مفيش راجل يستحق قلبها، ولازم تبعد عن الولد اللي اسمه كوتا بكل الطرق وما تشوفوش تاني علشان ما تقعش في حبه، لأنها كانت معجبة بيه النهارده. لكن اللي ما تعرفوش إن كوتا في اليوم التاني قرر يروح لها المطعم وبيفضل قاعد معاها يرازيها هناك، كل ده علشان يساعدها ويخليها بكل الطرق تحبه. أول حاجة عملها إن هو بدأ يعرفها على فرقة لايك وادالها ألبومات كتير وصور ومجلات علشان تشوفها يمكن تبدأ تعجب بيه. ده غير كمان إن هو عزمها على حفلة وادالها تذكرة VIP ووجبة هدية، ولكن رد فعلها إنها بتبصله بقرف وبتقوله كل اللي عملته ده مش هياكل معايا خالص، خد برضو الأكل مش عايزة أشوف وشك تاني. فكوتا بيقول لها يا بنتي أنا أعمل لك إيه تاني؟ أنت بجد مش حاسة بالملل والوحدة وأنت ما تعرفيش حد في حياتك غير صاحبتك يونا؟ بتقوله لا مش حاسة بحاجة، وبعدين أنا قررت أشتغل وأتعب علشان يبقى معايا فلوس وأجيب شقة وعربية، أنا لازم أعتمد على نفسي. بيقول لها عامة أنا هعمل اللي عليا واجي أزورك وأطمن عليكي كل يوم وأرزق فيكي شوية لحد لما تزهقي وتقعي في حبي. ومع الوقت بتبدأ تتأقلم، بتتعود على وجوده وبتلاحظ فعلا إنه لطيف بيحب يساعد كل اللي حواليه. وفي مرة بتشوفه في لقاء على التلفزيون مع الممثلة المشهورة يوميكا، وبتفتكر إن هما الاتنين مرتبطين أو حاجة زي كده، لكن ما بتهتمش قوي. وفي مرة وكوتا بيساعدهم بيجي 2 على المطعم، وواحد فيهم لما بيعرف إن كوتا الأيدول المشهور بيفضل يتريق عليه وبيفضل يشتم فيه، وبتتوقع ميمي إن كوتا هيرد عليه مثلا أو يستغل شهرته ويخلي المعجبين يجيبوا عنوان الراجل ده ويدمروا حياته، لكن بالعكس كوتا بيعتذر له وبيقول له إن هو هيحاول يتطور من نفسه علشان يعجبه. وبتفتكر ميمي إن هو قوي ويقدر يتغلب دايما على التعليقات السلبية، لكن اللي ما تعرفوش إن كوتا بعد ما الراجل بيمشي بيطلع بره وبيفضل يعيط، بيقول لها إن الكلام ده كله بيجرحه، لكنه لازم يداري إنه القائد، ولو فريقه لاحظوا أي تغير عليه هم كمان هيتعبوا، وقتها سيهتزون ويأثر على مسيرتهم المهنية. وبيقول لها كمان إن من جواه نفسه إن كل العالم يبقى لطيف وكلهم يعاملوا بعض بطريقة كويسة، لازم كلهم يتفرجوا على سبيستون وهم صغيرين. بعدها بيسيبها وبيمشي، وفجأة بتبدأ ميمي تعجب بيه، لكن بتقول لنفسها فوقي ده ايدول مشهور، يعني عنده معجبات كتير وبنات أمارات وعمره ما هيعجب بيكي. وبتقول بس أنا من النهاردة ماليش علاقة بيه ولا هقرأ التعليقات السلبية ولا أي حاجة تانية، مش هراقبه. لكنها بتتصدم لما بتعرف إن كوتا طلب أوردر وهي بالذات اللي هتروح توصله، وطلبها بالاسم علشان هي اللي تروح، فبتتعصب وبتقوله هعتبر الموضوع مجرد توصيل أكل وهمشي على طول. لكنها بتتصدم لما بتلاقي كوتا طالع قدامها وبيوري لها عضلاته، وقتها من الصدمة بتوقع الأكل على الأرض، فبيستغل الفرصة وبيقول لها تدخلي بقى وتعملي لنا الغدا لأنك دلوقتي بوظتي أكلنا. بيبدأ يغيظها ويقرب منها، بيخليها تتوتر أكتر وأكتر، بس لما بيلاحظ التوتر عليها بيقول لها إنه كان عنده مسلسل قريب رومانسي وهو كان بيتدرب عليه مش أكتر، علشان ما تفهمش غلط، لا تفهمي إن أنا معجب بيكي وحاولت أشقطك ولا حاجة. فبتتضايق لكنها بتعمل إنها مش مهتمة. ولما بيلاحظ كوتا بيتكلم معاها وبيسألها لحد لما تخلص لهم الأكل، وبيسألها عن عائلتها، بتقول له إنها وحيدة ووالدتها ماتت ووالدها سافر وعايشة لوحدها، وبتسأله هو عن عائلته، بيقول إن أهله كلهم برضو عايشين برا، وبيوري لها صورهم، وبتلاحظ إن في صورة لكوتا مع بنت شكلها لطيف وبين الاتنين مقربين من بعض. ولما بتسأله عنها بيقول لها إن دي صاحبته المفضلة، ما بيكملش باقي أي تفاصيل تخصها. أما هي فبتبدأ تشك إنه مرتبط بالبنت دي، وبيقول كده عليها علشان ما ينتشرش إشاعات عنه وناس تهاجم الفرقة ويحصل مشاكل. لكن كوتا بيطمنها وبيقول لها إن هما مش مرتبطين ولا حاجة، وما يقدرش يعمل كده أصلا ويرتبط علشان الفانز بتوعه ما يزعلوش. فبتقول له بس برضو دي حياتك ومن حقك ترتبط وتحب. بيقول لها أيوة دي حياتي، بس أنا ما بحبش أزعل حد وهفضل دايما أحبهم وأعمل لهم اللي هم عاوزينه، لازم أخلي كل المعجبين مبسوطين وسعداء. بتقول له حتى لو عاملوك بطريقة وحشة وكاتبين عنك تعليقات سلبية
بيقول لها هستحمل واجي على نفسي، ما أنا أصلا دايما بعمل كده. تشفق عليه وبتحس إن شغلانتها مش سهلة زي ما كانت متخيلة، ومش مجرد شاب حلو وحياته عادية، لأ ده حياته فيها صعوبات كتير وتعليقات سلبية وناس فجأة بتكرهه وتهاجمه من غير سبب، رغم إن هم يعني ما تعاملوش معاه ولا حد عارف أي حاجة عنه، وكل اللي شايفينه من ورا الشاشة إنه شاب وسيم وخلاص. وما بتنكرش إنها كانت في يوم من الأيام واحدة منهم، بتفكر زيهم وبتكره الأيدولز لأنهم شباب وسيمين، ودلوقتي بتحس بالذنب وبتقرر إنها مش هتحكم على حد تاني من غير لما تعاشره. بعد ما بتحضر الأكل بتمشي، وفي طريقها وهي راجعة بتشوف الشاب المتنمر اللي اعترفت له بحبها في الثانوية واقف ومعاه شوية من صحابه من بتوع الثانوي كمان، وأول لما بيشوفوها بيبدأوا يتريقوا عليها. الحق، مش دي البنت اللي كانت اعترفت لك في الثانوي ورفضتها؟ البنت اللي ما عندهاش كرامة دي، شايف شكلها دلوقتي بقى عامل ازاي؟ ده كويس يا ابني انك رفضتها، ده انا وش رجلي احلى من وشها. وفجأة ميمي لما بتسمعهم بتبدأ تفتكر ذكرياتها والتنمر اللي كانت بتتعرض ليه وعينيها تدمع، لأنها لحد دلوقتي ضعيفة ومش قادرة تدافع عن نفسها، ولا طورت من نفسها ولا شكلها، وسابت الدراسة وشغالة في مطعم وحالتها بالبلاء. ولكن مرة واحدة بتلاقي كوتا جاي يجري عليها وبيحضنها وبيقول لهم إن دي حبيبته، وبيهزق المتنمر وبيقول له إزاي تتكلم عليها كده، فاكر إن ما وراهاش رجالة ولا إيه؟ المتنمر بيتصدم وبيقول لها أنتي مرتبطة بده؟ أنتي إزاي أوقعتيه وارتبط بيكي وقبل بواحدة زيك؟ ولسه عينيها هتدمع، لكن كوتا بيدافع عنها وبيقول له هي اللي ما أوقعتنيش، أنا اللي وقعت في حبها من أول نظرة وجريت وراها كمان. وهي بتبقى مصدومة من رده ليها وإزاي بيدافع عنها، وأول مرة في حياتها حد يدافع عنها، ومش أي حد، ده أشهر آيدل والكراش بتاعها. ما بتلحقش تفرح، وفجأة الكل بعد ما بيعرف إن ده كوتا الآيدل المشهور بيطلعوا الموبايلات علشان يصوروهم وينشروا إشاعات. فكوتا بياخد ميمي وبيجري بسرعة علشان محدش يصورها ويضايقها، وبيقدروا إن هم يهربوا من الناس دول، وهي بتستغل الفرصة وبتسأله عمل كده ليه؟ وبتبقى عندها أمل صغير جدا إن هو يقول معجب بيها مثلا ولو بالغلط، لكن بيحبطها وبيجرح قلبها ويديلها سهم في نص راسها. بيقول لها إنه كان هيعمل كده مع أي بنت تانية لأنها زي أخته في الأول وفي الآخر، ومش عايزها تعيط أبدا. بيقول لها إن المتنمر ده شكله وحش وما يستاهلش دمعة واحدة منها أصلا، انت إزاي حبتيه أصلا بشعره الأقرد ده؟ عموما ما تزعليش ولا تخليه يأثر في نفسيتك، وبكرة هتقابلي الشخص الحلو الجميل اللي هيحبك بشكلك ويقبلك زي ما انتي جميلة في عينيه، لأنك جميلة أصلا من غير أي مجهود. وبتتأثر بكلامه جدا، وبتبدأ ميمي تفكر إنها تبقى فعلا واحدة من المعجبين بتوعه، خصوصا إن هو عنده ألبومات كتير وعنده صور، وكمان أول لما الفيلم بتاعه بينزل بيبعتهولها على طول من غير ما تروح للسينما، وبيشاركها كل حاجة أول بأول. ومع الوقت بتبدأ للأسف تتأكد من مشاعرها وإنها فعلا بتحب كوتا، وما بتبقاش عارفة هتتصرف إزاي. هل تكتب له جواب وتعترف له؟ وقتها سيكفر لها وهيتنمر عليها زي زمايلها في المدرسة، وبتاخد قرارها النهائي إنها مش هتعترف بحبها تاني، وده علشان ما تدمرش الصداقة اللي بينهم وترجع وحيدة ومنبوذة، خصوصا إنه قال لها إنه عمره ما هيحب يرتبط علشان ما يزعلش معجبينه. في نفس الوقت ده بيجمع كوتا فريق لايك وبيتواصلوا مع بعض وبيقول لهم آخر الإنجازات، وإن أغنيتهم الأخيرة بقت ترند، وقريب قوي هيحققوا حلمهم وهيقفوا في أكبر مهرجان في اليابان. ده غير إن قناة اليوتيوب بتاعتهم فاضل لها شوية وهتوصل ل3 مليون يا عزيزي المشاهد زينا بالظبط، وهيبقوا من أكبر الفرق اللي عندها مشتركين وشهرتهم تزيد. فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات واللايك الجميل. كلهم بقى بيشكروا كوتا لأنه كل ده بفضله، لأنه القائد وهو اللي عليه المسؤولية. وسط الميتنج بيتصل مدير أعمال كوتا وبيقوله إن عنده خبر، وإن الفرقة تأهلت إنها تغني في المهرجان وريد، وإنهم هياخدوا الموافقة. ده غير كمان إن أغنيتهم اترشحت لجوائز كتير، والبوستر الجديد مولع الدنيا، وهيعملوا كمان أغنية جديدة. وكوتا بيفرح جدا وبيقول لهم إن دي مجرد البداية، ولسه شهرتهم هتزيد أكتر وأكتر وفلوس أكتر ومعجبين أكتر. وواحدة من الممثلات اللي مثلت مع كوتا طلعت في التلفزيون واتكلمت عنه، قالت إن هو في الحقيقة شخص لطيف جدا، حاجة كده كريمة، حاجة كده تتحط على الجرح يطيب، وأي حد يتعامل معاه يقع في حبه من أول نظرة. وميمي بتتفرج على اللقاء وإعجابها بيزيد، وبتتضايق إن هو مشغول الفترة الأخيرة وما عادش بيجي للمطعم يطمن عليها ولا يناكشها زي الأول. لكن كوتا كأنه حاسس بيها بيتصل عليها وبيطلب منها تيجي توصل له أوردر، ولما بتوصل الشركة بتتصدم بكمية المعجبين اللي واقفين مستنيينه، كل ده بس علشان يتصوروا معاه، وبتتوتر ومش عارفة هتتصرف إزاي. لكن راجل الأمن لما بيشوفها بتصحب عليه، بيطلعها لحد الأسانسير وبيقول لها شقة كوتا فين. وفي الأسانسير بتقابل يوميكو الممثلة اللي بتمثل مع بطلنا واتكلمت عنه في التلفزيون، وبتتصدم لأنها أول مرة تشوفها في الواقع، وبتقول لها إنها جميلة جدا وأكيد
لقيت كوتا واقعة في حبها، بينما أنا مين؟ أنا علشان أتقارن بيكي؟ كوتا مش هيسيب العسل ده ويبص ليا، شغالة إيه ولا فايدتي إيه في الحياة؟ بنت عادية خالص. ولما بتطلع بتلاقي كوتا مستنياها من بدري وبيقول إنهم جعانين جدا، فبيلفت انتباهها صور كتير محطوطة حواليه، ولما بتسأله بيقول لها إن دي الصور المفروض يختار منهم هدوم يلبسها يوم الحفلة. بتقوله إنها معجبة بالبدلة دي جدا، بيقول لها خلاص هلبسها، وبتفرح فرحة قوي إن هو هيلبس اللي قالت له عليها. بس بيلفت انتباهها واحد زميل كوتا في الفرقة اسمه سام، بتقوله إن هدومه حلوة قوي وشكلك جميل، بتستخدم إيه بقى لشعرك الحلو ده كمان؟ فكوتا بيسألها لو هي معجبة بيه، بتقوله الواد ده جامد الصراحة. فبيتضايق كده وبيحس بالغيرة، لكنه بيحاول يكتمها جواه. وسط كلامهم فجأة بيوصلوا فرقة لايك وبيشوفوهم مع بعض، وكلهم بيبدأوا يمدحوا ميمي كده وبيقولوا عنها إن شكلها رقيق جدا وكيوت، وإن كلهم بيحبوها زي أختهم، وبيطلبوا منها تختار لهم الهدوم اللي يحضروا بيها الحفلة لأن ذوقها جميل وحلو. بيقولوا لها كمان إنهم سمعوا كوتا بيتكلم عنها كتير جدا، وبيقول إن أكلها حلو وإنها لطيفة جدا وإنها أحسن بنت قابلها. وبيبدأ كل واحد فيهم يعرفها على نفسه، وبتتصدم لما بتلاقي نفسها واقعة في برطمان عسل. كل اللي حواليها شباب حلوين، مش بس هي، دول كمان بياخدوا رأيها في الهدوم وبيقولوا لها تختار وهيلبسوا على ذوقها وعمالين يعكسوا. حاجة كده ما كانتش تخطر على بالها، لأنها كانت بتتمنى واحد تحبه، ودلوقتي لقت نفسها مع الستة وكلهم أجمد من بعض. لكن كوتا بيحس بالغيرة وبيقول لهم يا جماعة سيبوها، هي خلاص اختارت لي، كل واحد يختار بقى لنفسه، هي أصلا من معجبيني أنا مش من معجبينكم انتم. وبيبدأ يقرب منها فبتتوتر وبتتصدم وبتخاف يكون عارف حاجة، فبتحتبك وتوقع الحاجة اللي معاها، ومن ضمن الحاجة ديت مذكراتها. وسام بياخد باله إنها وقعت المذكرات وبياخدها، وبيجيله فضول لما بيلاقيها كاتبة إنها بتحب كوتا جدا، لكن ما عندهاش الثقة الكافية إنها تعترف بمشاعرها، وشايفة إنها وحشة ومفيش فرصة إنه يعجب واحدة زيها، وبيشفق عليها. في نفس الوقت ده كوتا بيقول لها إن عنده تصوير في مجلة، وبيطلب منها إنها تيجي تتفرج عليه وتيجي تشجعه يعني. فبتفرح قوي ميمي وبتستغل الفرصة وبتحاول كده تلمح له إنها معجبة بيه، لكنها بتشوفه قاعد مع يوميكو والاتنين مندمجين جدا وشكلهم كيوت وكأنهم مرتبطين، وبتحس بالإحباط وإن ملهاش فرصة، وكل محاولاتها تعتبر على الفاضي. فبتمشي وهي زعلانة، لكن بتلاقي سام وراها وبيديلها المذكرة وبيقول لها إنه لقاها على الأرض وفتحها. فبتتوتر، خصوصا لما بيسألها بصراحة لو هي بتحب كوتا، فبتتصدم إنه قراها وبتتعصب وبتهرب منه وبتغير الموضوع وبتقوله إيه اللي خلاه يقرأ كده يعني من غير إذني، دي قلة أدب. فبيقول لها إنها المفروض لو بتحبه تعترف له وتبطل تهرب من مشاعرها وتكرر غلطة كبيرة زي ما حصل معاها من سنين. بتتصدم وبتقوله عرفت منين؟ بيقول لها أصلا أنا قريت باقي المذكرات وعرفت إن كان في شاب جرحك قبل كده في الثانوية. بيقول لها أنا الصراحة مش عايزك تزعلي مني إني قريت، ولكن اللي عايزك تعرفيه إن العيب مش فيكي، العيب فيه هو. الشخص التاني ده متنمر وحيوان، وما ينفعش تقفلي قلبك بسبب تجربة واحدة فاشلة. ووسط كلامهم بتوصل يوميكو وبتسلم على سام وبتقوله إنها خلصت تصوير مع كوتا. ولما بتلاقي ميمي واقفة بتسأل عنها، سام بيقول لها إن دي ميمي مساعدة كوتا وهي اللي بتجيب له الأكل على طول. بتبدأ يوميكو تسلم عليها وبتعاملها بطريقة لطيفة وبتقعد تشكرها لأنها بتهتم بكوتا، وميمي إعجابها بيها بيزيد أكتر لأنها بنت جميلة ولطيفة جدا وبتحس بالإحراج منها. سام بياخد باله كده وبيهزر معاها وبيكنشها وبيقول لها إنها كمان واحدة من فانزاته وبيحبها، بس ميمي بتبص له بقرف كده وبتقول له يبعد عنها، وبتستغرب كده إنها ما توترتش ولا قلبها دق لما سام نكشها. ده كوتا لو كان عمل معاها كده كانت هتتوتر ومش عارفة تعمل إيه، والدنيا بتبوظ معاها خالص. ولكن المفاجأة كل اللي بيحصل ده كان مخلي يوميكو تتغاظ جدا، وده لأنها أصلا من معجبين سام ونفسها إنها ترتبط بيه. علشان كده بتطلب من ميمي إنهم يبقوا صحاب علشان تحطها تحت عينيها، وبتسلم عليها وبتمسك إيدها جامد كده. فميمي بتخاف وبتفتكر إنها بتعمل كده معاها لأنها بتغير عليها من كوتا، وهي ما تعرفش إن يوميكو أصلا بتحب سام. أما كوتا فبيسألوه سؤال وهو بيتصور لو ندمان على حاجة عملها في حياته، فبيفتكر ذكرى مع واحدة صاحبته كده، بس بينكر وبيقول إنه مش ندمان على حاجة. وبعدها بيبعت رسالة لميمي وبيعتذر لها إنه كان مشغول بالتصوير آخر فترة وبسبب كده ما تواصلش معاها، وبيقول لها إنه هيعوضها وعايزها تخرج معاه بكرة، لكن عندنا تصوير فيديو كليب أغنيتنا الجديدة ولذلك بطلب منك تيجي على موقع التصوير وتشجعيني هناك.
وفعلا بتروح وبتلاحظ إن في واحد من الفريق متوتر ومش عارف يمثل المشهد كويس وشكله هيعك الدنيا، فبيلبسوها لبس طالبة مدرسية وبيخلوها تمثل معاه وتساعده، وبفضلها بطل يتوتر. وبيصوروا الفيديو كليب وبيطلع تحفة. الكل بيشكر ميمي وبيعجبوا بتمثيلها وإن عندها الموهبة، ولكن مش عارفة تستغلها. بتفتكر إنها هتصور مع واحد وخلاص، لكنها بتتصدم لما بتعرف إنها هتصور مع الفريق كله، وكل واحد فيهم بيقول لها كلام رومانسي لطيف وحاجة كده فراشات، وبتفضل ماسكة نفسها علشان ما تقعش في حب أي واحد منهم، لحد لما بيجي الدور على كوتا. وأول لما بيتكلم بيقول لها كلام رومانسي، بتتخض وبتتصدم وبيغمى عليها من الفرحة. جابت آخرها، كله كان تمام، ولكن أنت لأ، ما أقدرش أقاوم. المخرج بيتصدم وبياخدها على الأوضة علشان تغير هدومها وترتاح، وبعد ما بيطمن إنها كويسة بيديلها هدايا كتير، وده لأنها ساعدتهم يخلصوا التصوير. وبتفرح جدا وبتقرر تاخد الهدية اللي على شكل كوتا وبتحطه قدامها، وبتديله واحدة no risk no fun. بعدها بتجرب تعترف بمشاعرها للمجسم، وبتقول له إنها بتحبه جدا وبتتمنى يجي يوم وتقول له الحقيقة، لازم أبطل توتر وأهرب من مشاعري. لكنها بتصدم لما بتلاقي كوتا قدامها متوتر ووشه متغير، وبيقول لها أنا سمعت كل حاجة وعارف إنك أكيد بتهزري وبتحبيه زي ما بتحبي باقي الفرقة، يعني كواحد مشهور ومش عندك مشاعر حقيقية، صح؟ وقتها ما بتردش وبتتوتر وبتجري بسرعة، بس بتفكر في كلام سام وبتحس إن دي فرصة مش هتتعوض تاني، وخلاص كده كده أصلا هو كان عارف بمشاعرها. بتقرر تصارحه بالحقيقة وبترجع له تاني، وبتقول إنها بتحبه وعندها مشاعر ليه ومش زي باقي الفرقة، يعني هم كلهم إخواتي، لكن أنت مش أخ، أنت حبيب ومش قادرة أشوفك غير حبيب، وإنها معجبة بيه ونفسها ترتبط، وفي يوم من الأيام يبقى هو كمان حبيبها. وقتها بتاخد الصدمة في وشها لما بيعتذر لها وبيقول إنه ما عندوش مشاعر ليها ومش هيقدر يرتبط بيها، خصوصاً في الوقت الحالي، لأنه قرر إنه مش هيرتبط خلاص وهيبقى كل حبه للمعجبين بتوعه بس. فبتسأله يعني لو هي مش عاجباه أو شكلها مش حلو أو عملت حاجة تضايقه، فبيقول لها بالعكس، انتي بنت مثالية جدا، لكن أنا اللي عندي مشكلة، عندي عقدة نفسية ومش جاهز للارتباط، فمش عايز أظلمك معايا بنت الناس، وبعد ما عرفت مشاعرك دلوقتي أنا آسف، مش هينفع نبقى أصحاب تاني، لأن مش هقدر أتعامل معاكي بشكل عادي بعد كده، وانتي كده هتفضلي طول الوقت متضايقة ومحرجة مني، فلازم نقطع علاقتنا ببعض خلاص، ولا أعرفك ولا تعرفيني. فبتاخد الصدمة وبتتضايق، لكن مش زي المرة اللي فاتت، ما بتفقدش ثقتها في نفسها. المرة دي بتقرر تدوس على كرامتها وتخليها سجادة وتحاول معاه مرة تانية وتالتة، لأنه في الأول وفي الآخر هو مش مرتبط، والصراحة الواد جامد، يعني لو طار منها هتلاقي زيه فين؟ أدب وأخلاق وجمال ومال. وأول خطوة بتعملها في نفسها إنها بتقول لازم أغير في شكلي، بتنزل الجيم علشان تبين له شوية عضلات وتعجبه. لكن الصدمة لما بتسمع البنات هناك بيتكلموا عن كوتا بطريقة وحشة وعن الفضيحة بتاعته، ما بتبقاش فاهمة حاجة، فضيحة إيه؟ بتفتح تويتر وبتلف في الترندات وبتلاقي كوتا طالع ترند، والخبر إنه هو كان مرتبط ببنت قبل كده في الثانوية وفضل وراها لحد لما تسبب إنها تنتحر. ودلوقتي كل المعجبين بعد ما كانوا بيحبوه وهو المفضل، الكل بقى بيكرهه، بيشتمه، بيحقد عليه، وبقى في صفحات مخصوص بتشتغل على إنها تشتم فيه وتشوه صورته قدام الناس، والناس في التلفزيون بيتكلموا عنه بطريقة وحشة وبيقولوا إن الشكل مش كل حاجة، لازم دايما تخاف من الناس الكيوت اللي بيبتسموا لأن هم بيبقوا مخبيين سر خطير وحقيقتهم القذرة. ميمي بتتفرج على البرنامج وبتتعصب من كلام المذيع، لأنها الوحيدة اللي اتعاملت مع كوتا وعارفة إنه شخص كويس جدا من جوه ومن بره، لكنها بتقلق وبتتوتر وبتخاف إن الكلام ده يأثر عليه ويخليه ينعزل ويجيله اكتئاب ويسيب كل حاجة وراه ويستسلم. لكن بتلاقي سام بيكلمها وبيقول لها أنا جايب لك مفاجأة، ولما بتسأله عنها بيفتح صندوق قدامه وبيطلع كوتا منه وبيقول لها إنه قرر يفضل معاه هنا لحد لما الفضيحة تهدى، وإحنا فكرنا كتير ومش هنقدر نثق في أي حد تاني غيرك ومش هوصيكي عليه بقى. بتقول له أنت المفروض توصيني عليه على فكرة، أنا البنت حضرتك. بيقول لها بس أنت ب100 راجل، وبيفضل يمدحها كتير. بتقول له خلاص أنت هتشحت، وبتاخد كوتا للبيت وبتسيبها في أوضة أهلها، وبتقول له إنها بتساعده علشان الفريق مش أكتر، لكنها خلاص ما عادش عندها مشاعر ليه. بيطمن وبيقول لها إنه أصلا مش مخطط يقعد هنا كتير ومش هيضايقها في حاجة، وهيسمع كلامها في أي حاجة. أما في نفس الوقت في الشركة الدنيا بتبقى متلخبطة على الآخر وفوضى، والناس كلها بتهجم على الفريق بتاع كوتا. وبعد ما كانوا خلاص تكة ويحققوا حلمهم ويغنوا في أكبر مهرجان، لأ، كل ده اتلغى، وكمان نقصوا 500,000 متابع، وده في أقل من 24 ساعة. الكل بيتوتر، وخصوصا يوميكو بتخاف على كوتا لأنها عارفة إن حاجات زي دي ممكن تأثر على نفسيته،
لأنه شاب حساس قوي ومحترم ومالوش في النوش. في نفس الوقت بتلاحظ ميمي إن كوتا تعبان ومش على بعضه، بيقول لها إن هو حاسس إن حرارته عالية، فبتقيسها وبتلاقيها فعلا عالية. بتاخد بالها على طول وبيديله أدوية، وبتسهر معاه طول الليل تعمل له كمادات، كل ده علشان تطمن عليه لحد لما يبقى كويس. وبيستغل الفرصة وبيسألها لو هي كمان بدأت تكرهه بعد الإشاعات. بتقوله إنها مستحيل تكرهه لأنها ما شافتش منه غير كل خير، وهو شخص لطيف جدا، ليه تكرهه يعني وأنا مش سطحية قوي كده؟ فبيقول لها إن هو ممكن يكون مداري حاجات كتير ورا شخصيته اللطيفة، لكنه مش وحش ومظلوم. لكنها بتقوله إنها مش مهتمة لأنها متأكدة إنه شخص كويس ومستحيل يأذي حد في يوم من الأيام. بيتأثر وبيعيط لأنها الوحيدة اللي مصدقاه. بيفتح لها قلبه وبيحكي لها عن الإشاعة بالظبط. بيقول إن زمان كان عنده صديقة مقربة كانت زي أخته أكتر، اسمها كانري. هي الشخص الوحيد اللي كان بيتكلم معاه في أي حاجة، وكانت بتحبه وبتحتويه لأن أهله دايما مسافرين وكان لوحده. بيفكرها بالصورة اللي شافتها في بيته. بيقول لها إن اللي في الصورة ديت هي ري اللي بيتكلم عنها، وبيقول لها إن كل حاجة بينهم كانت تمام لحد لما في يوم اكتشف إنها معجبة بيه، وساعتها ما كانش عارف يتصرف إزاي لأن خلاص بقى آيدول، وطبيعي لو ارتبط هيسبب فضيحة والفرقة لسه في أولها، يعني مفيش مجال للمشاكل ولا الإشاعات. وبرغم إن أنا كان عندي مشاعر ليها، بس جيت على نفسي ودفنت مشاعري، علشان كده اختار يهرب من مشاعره ويبعد عنها خالص. وكل لما كانت تبعت له رسائل ما كانش بيرد عليها أبدا. وبالرغم من إنه هو من جواه كان نفسه يتكلم معاها، لكن شاف وقتها إن دي الطريقة المناسبة. كل ده علشان ما تتعلقش بيه ولا يتعلق بيها، ويحميها لأنه عارف إن لو الفانز عرفوا هم هيأذوها. مع الوقت فقدت الأمل وبطلت تبعت له رسائل. وفي يوم وصل له خبر صدمة لما عرف إنها ماتت وهي راجعة من المدرسة، عربية خبطتها. ودخل بعدها في اكتئاب وحس بذنب كبير لأنه كان بعيد عنها وما بيردش عليها. وأخيراً قرر إنه يفتح الشات وشاف رسائلها، وإزاي كانت بتدعمه طول الوقت وبتقوله إنها بتحبه ومش هتعمل له مشاكل ولا تنشر عنه إشاعات، وهتفضل تحبه من بعيد، المهم بس تطمن عليه. وزاد إحساسه بالذنب أكتر لأنه غلط في حقها، وتأكد إنه خسر أكتر شخص حبه من قلبه فعلاً، وأكتر شخص اهتم بيه من غير ما يكون عايز منه حاجة. علشان كده من وقتها هو متعقد من فكرة الحب والارتباط والأصدقاء، مش عايز يخسر حد زي صديقته. علشان كده قرر إنه مش هيهرب من ميمي ويواجهها ويقول لها إنه مش جاهز للارتباط، وأي نعم هتتضايق شوية بس أكيد هتنساه. ميمي هنا بترتاح لأنها عرفت إن هو رفضها علشان عنده عقدة نفسية، مش علشان شكلها وحش ولا أي حاجة من الهبل اللي كانت فاكراه. وبتقرر إنها تواسيه، وبتستناه لحد لما صحته تتحسن، وبتقوله إنها فكرت في كلامه طول الليل واكتشفت إنه هو ظلم نفسه وظلمها كمان، وإن صديقته ماتت في حادثة وهو ملوش ذنب فيها غير إنها كانت بتحبه من بعيد وبتدعمه طول الوقت. وأي نعم غلط لما ما ردش على رسائلها، لكن برضو ما كانش هيعرف إن مصيرها هيبقى كده، وده كان نصيبها، وما كانش المفروض يحكم على نفسه ويتعاقب طول الوقت على حاجة ملوش يد فيها. وبسبب كلامها بيرتاح شوية، لكن لما بيفتح موبايله بيتصدم لما بيعرف إن في موقع نزل خبر إن الفرقة هتتفكك، والناس بتطلب إنهم يطردوا كوتا وإلا هيقطعوا الفرقة كلها. فبيضطر يمشي من عند ميمي وبيروح للشركة. وبيعدي أسبوع وكوتا مختفي خالص، لا اتصل بيها ولا زارها، وهو غرقان في التفكير إزاي هيرجع صورته قدام الناس. والفريق كله متوتر، وخصوصا يوميكو اللي خايفة عليه لأنها عارفة إن حاجة زي دي ممكن تدمره تاني. فبتروح يوميكو المطعم وبتمسك في ميمي تطلب منها تساعد كوتا وتروح له. في البداية ميمي بتتوتر وبتخاف وبتتضايق، لكن بعدها بتتشجع وبتقرر تعمل له حاجة تفرحه. بتطبخ له وجبات وبتبعتها له مع رسائل لطيفة، بتفضل تشجعه كل يوم. وبعدها بتروح تشجع الفريق وسط المعجبين، ومن كلامها البنات بيتأثروا وبيبدأوا يهدوا شوية ناحية الفرقة ويدعموا كوتا، وبيقولوا إنهم بيحبوه ومستنيينه يرجع تاني وهيفضلوا مخلصين ليه للأبد. وميمي بتنشر في كل مكان وتعرف كل حتة تقابلها إن الفرقة ديت جميلة، وتفضل تشجعهم بصوت عالي. بس علشان الرهاب الاجتماعي بتلبس قناع، والناس بتتكلم عنها وعن إخلاصها، وبقت هي ذات نفسها ترند، وده بيعمل ضجة كبيرة وبسببها بتنتشر في كل حتة، وبيبدأ ناس كتير يتأثروا بيها ويسألوا عن الحقيقة، وهل فعلا هو السبب في موت البنت ولا لأ.
كوتا بيشوف الفيديو وبيفرح إنها واقفة معاه، لكنه برضه بيحس بالذنب وبيقرر إنه يعترف بكل حاجة وبيعمل اعتذار رسمي وبيقول لهم لو هيرتاحوا لما يطلع من الفرقة ما عندوش مانع. لكن الفريق كله بيقفوا معاه وبيقولوا له إنهم مش هيتخلوا عنه ولا هيشوفوا طعم الراحة وهو بعيد عنهم، ومديرة أعمالهم بتديهم كراتين مليانة جوابات كلها دعم وتشجيع ليهم. وميمي كمان بتاخد يونا وتروح للشركة وبتفضل تنادي باسمه. أول لما بيظهر كوتا بيبقى مبسوط جدا وبيقول لهم إنه هيعلن الحقيقة قريب وهيرجع أقوى من الأول. وميمي بتتشجع وتشيل القناع وبتعيط وبتقول له إنه مش لوحده وإنها هتفضل دايما واقفة معاه، بتحبه هي والمعجبين ومستنيينه. الكل بيتأثر وينادوا باسمه وهو نفسه بيتأثر وبيتمنى لو يجري عليها ويحضنها، لكن ما بيقدرش. وفي طريقهم للمهرجان سام بيطلع ظرفه بيقول لكوتا إنه عدى على بيت ري ولقى جواب ليه. بيفتح كوتا الجواب وبتلاقيها كاتباله إنها ما بقتش بتحب حب ارتباط، وإن ده كان مجرد تعلق لأنها اتربت معاه، وإنها دلوقتي بدأت تفكر ترتبط بشخص تاني وبتمنى له السعادة مع بنت غيرها. هنا كوتا بيرتاح أخيراً، بيتأكد إنه ما كانش سبب في موتها ولا كانت زعلانة منه، بالعكس كانت بتتمنى له الخير ومسامحاه طول العمر. وبيفرح جداً، وفرحتها بتبقى أضعاف لما بيلاقي كل الشاشات بره بتعرض صور وفيديوهات ليه والناس بتدعمه، الناس عمالة تشجعه، وده كله بسبب ميمي اللي بدأت الترند وأظهرت الحقيقة. وكوتا بيبعت لها رسالة بيطلب يقابلها، وبيروح معاها عند مقبرة ري صاحبته، بيعرفها عليها وبيوري لها الجواب وبيقول لها إنه أخيراً هيبطل جلد ذاتي وإن عنده فرصة إنه يحب ويتحب من جديد. وكلامه بيفرح ميمي جداً، بتقول له إنها هتفضل تشجعه للأبد، حتى لو رفضها دايماً هتفضل واحدة من معجبينه وهتقف جنبه في أي حاجة. وبعد ما بتمشي بيطلع كوتا في بيان صحفي بيحكي فيه الحقيقة وبيوري لهم رسالة ري قبل ما تموت، والناس بتتعاطف معاه جداً. الفانز بيرجعوا يزيدوا تاني وبيكسب بدل ال500,000 اللي خسرهم 3 مليون، وبيتعمل المهرجان في ميعاده. كل الشاشات بتعرض أدائهم والكل عمال يتفرج عليهم، بيجيبوا فيوز كتير قوي والألبومات كلها بتتباع. صاحبنا وصل للقمة وهدفه اللي كان نفسه فيه. وميمي هي كمان وهي بتوصل الأكل في مرة ليهم بتشوف إعلان الحفلة وبتفرح لنجاحه، بس من جواها زعلانة لأنها حاسة إن هو هيبقى بعيد عنها زي نجمة في السماء. بتقرر تحذف رقمه وتبعد عنه وتشجعه زي زمان من بعيد لبعيد، ودي خطوة صعبة عليها جدا. بتروح المعبد تدعي إنه يفضل بخير، وفجأة بتلاقي كوتا جاي يجري وراها للمعبد، بيقول لها إنه خلاص مش هيهرب تاني. أنا اكتشفت إني بحبك ومش هقدر أبعد عنك، بس مش هيقدروا يرتبطوا دلوقتي، ولكن في أول فرصة هعلن فيها إني مرتبط هاخدك على طول وعرف الكل إني بحبك. وبيشكرها إنها وقفت معاه الفترة اللي فاتت، وبيقول لها إن حتى لو الفرقة اتفككت وكل حاجة اتدمرت هو مش هيسيبها أبدا. بيعترف لها إنه بيحبها وهي بتفرح جدا، بتقول إنها هتفضل مستنية الفرصة واليوم المناسب، ممكن مش دلوقتي وممكن بعدين، ولكن هستناك لو سنين. وبكده بتنتهي قصتنا عزيزي المشاهد، أتمنى تكون استمتعت بيها، فما تنساش اللايك لو انت ناسي وتشترك في القناة لو أول مرة تشوفنا.